السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ النهارده يا حبايب قلبي بسم الله الرحمن الرحيم. الاول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. حبايب قلبي النهارده عاوزه ادوقكم معايا الفطير بتاعنا المشلفط المشلتت زي ما تسموه سموه. احنا عندنا نملى على المشلفط. احنا مش عندنا في البلد، لا احنا في بيتنا احنا هنا ما بنقولش عليها الا المشلفط، ولادي ما بيقولوش عليها الا المشلفط، وانا ما بقولش عليها الا المشلفط. هو فطير طبعا مشلتت مشلفط زي ما تحبي، المهم ان هو فطير تحفه وجميل قوي. انا هعمل يا حبايب قلبي النهارده نوعين من الفطير. هعمل فطير محشي بالبسبوسه وبالكنافه، وهعمل فطير ساده. فطير ساده عادي يعني زي الفطير اللي كلنا متعودين عليه وبنعمله واللي الناس كلها بتعمله. المهم مش هطول عليكم يا حبايب قلبي، انا مش حاطه كميات معينه. انا طبعا بيبقى عندنا هنا دقيق القمح بنبيضه ونغسله ونعمله ونطحنه في المطحنه، فبيطلع لنا نتيجه الدقيق الجميل ده. دقيق جميل قوي يعني، ما شاء الله. دقيق عادي برضو، دقيق فاخر زيرو عادي. مش هحتاج اي حاجه خالص مع الدقيق الا هم حبه السكر دول. طبعا السكر بتاعك تبع ذوقك يا قلبي. وحبه الملح ده. انا يمكن ولادي بيحبوا السكر قوي في الفطير، فانا يمكن كترت الكميه شويه دي، حوالي كوبايه سكر وحبه ملح يعني ذره ملح. فانا يا حبايب قلبي هخلط كده الملح على الفطير والسكر، وهبتدي اقلبهم شويه. بس مش يعني ما فيش حاجه، لا خميره ولا بودر ولا اي حاجه خالص. هو بس ذرة. طبعا السكر يا حبيبتي ده طبعا فطير منخول بتاع ده، دي منخول ونضيف وزي الفل. طبعا حبيبة قلبي انت السكر تبع ذوقك انت. كده تقلبوا يا جماعة. ودي مية عادي، دي مية دافية، دي مية دافية للعجن. هبتدي يا حبايب قلبي بقى كده توه الدقيق الأول. هبتدي اتوه الدقيق، هو مش والله ما صعب ولا حاجة. هو بيبقى بس أول حاجة صعب في وطبعا يا جماعه انا حاطه شكار بتاع كده، كيس كبير كده حطها عشان تطرطشها والتبهدله بتاع الدقيق ما تنزلش على المكان اللي انا هعمل فيه. كده احط كميه الميه شويه، كميه ميه شويه. المهم ان العجين بتاعك يلا شمري كده وابدأي معايا. يلا قومي شطري وابدأي معايا كده ونشوف اللي هيخلص مننا ولا انت. انا حبايب قلبي طبعا يعني مش متعب ولا حاجه. ولادي بيحبوه جدا وانا بحب اعمله يعني على طول. كل فتره هو ما فيش، هي عجينه عاديه خالص. انا يا حبيبه قلبي هخلص العجينه دي وهخلص العجن فيها يا حبيبتي، وهرجع لك ان شاء الله تاني عشان ما اطولش بس عليكم الفيديو، وعشان ايه ما تقلقوش يعني والفيديو يبقى طويل معاكم. هخلص كده العجن بتاع الفطير بالميه، بس بالميه العاديه، وارجع لكم تاني. ويا حبايب قلبي كده خلصت معاكم العجنه. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. العجنه عشان تعرفي يا حبيبه قلبي انها ناجحه معاكي لازم ايدك تبقى سالكه منها، ايدك مش معفصه فيها يعني ولا حاجه اهي. تتحش من المعون كده لوحدها اهي. بسم الله ما شاء الله، لا زيت ولا اي حاجه ولا محتاجه اي حاجه، وبرده في نفس الوقت يا قلبي مش مطرياها. فانت يا حبيبه قلبي براحتك، كميه العجين دي براحتك خالص خالص. انا النهارده يا حبايب قلبي انا بعمل الفطير ده بناء على طلب حبايب قلبي وزمايلي في الشغل. طبعا النهارده قالوا لي ما تجيش بقى الشغل، احنا نعمل كل حاجه بدالك. واعملي لنا بس انت الفطير بتاعك الحلو الجميل قوي. فانا قلت بقى اعمل لهم بنوعين، اللي يحب ياكل ده ياكل واللي يحب ياكل ده ياكل. بحبهم جدا، وبرضه لاولادي طبعا ولكم يا حبايبي برضه. اللي زهقانه من اي اكل، اللي زهقانه من اكل البيت، اللي زهقانه من طبخات الحاجات دي تعمل كده وتقعد تاكل فيه يا اولادها. طبعا يا حبايب قلبي انا عملت البتاعه صينيه عشان العجينه ما تلزقش فيها، واحنا عشان هنسيبها شويه يعني. وبالكميه بقى اللي انت عاوزاها، بالحجم اللي انت عاوزاه، الفطيره بالحجم اللي انت عاوزاها. انا بحبها اكبرها حبتين يعني اهي بالحجم ده. طبعا هحط في ايدي زيت عشان العجينه مش عامله يعني قوي، مش ناشفه قوي اهو. اهو هكورها واحطها هنا عشان الفطيره المحشيه بتبقى لازم تبقى كبيره وحجمها كبير عشان تقدر تشيل الحشو اللي فيها. اهو يا حبيبتي. ارفعي التليفون يا لين فوق شويه كده عشان حاجه الفطيره اهو. فها يا حبايب قلبي هخلص بقيه الكميه دي تقطيع، وان شاء الله هجيلكم واوريكم الشكل النهائي باذن الله.
حبايب قلبي وكده خلصنا، طلعوا بسم الله ما شاء الله و16 قطعه بسم الله ما شاء الله، كبار جدا وحلوين قوي مش صغير يعني. انت بطريقتك يا حبيبتي، عاوزه تعملي اكبر من كده اصغر من كده دي بطريقتك، براحتك انت يا قلبي. والله العظيم يا جماعه اسهل طريقه واحسن طريقه ما شاء الله، وهتشوفوا معايا الفرد وتشوفوا معايا كل حاجه قدامكم، هتلاقوها باذن الله اسهل طريقه وهيحببكم اصلا في عمل الفطير. حبايبي بس انا عايزه يعني ما تصعبش على نفسك حاجه، اي حاجه موجوده عندك اعمليه بها، حاجه غايبه من الحاجات. هو ما بياخدش اي حاجه، ده هو ملح وميه وبتاع ده ودقيق وشويه وحبه سكر، وانت قاعده كده والله ما هيكمل معاكي حاجه، والله العظيم في منتهى الجمال وانت هتشوفيه الاخر وجميل قوي قوي. ممكن يقعد عندك، عايزه تعملي كميه كبيره تحطها في الفريزر، كل ما تعوزي تطلعي منها، عايزه تعملي كل يوم طازه كده اعملي براحتك. انا والله بعمله يا جماعه على طول دايما عندي الفطير ده ما شاء الله. بس والله النهارده حبايب قلبي حبيت اشارككم معايا واوريكم واكلكم اكله جميله كده فيوميه، اللي هي الفطير. طبعا بتاعت الفيوم مشهورين قوي بالفطير. فاحنا يا حبايب قلبي كده هنسيبها كده، هنحط على وشهم كده زيت برضو عشان العجينه ما تشققش معايا وعشان تفرد بسرعه. هنحط بقى على وشهم زيت كده يا حبايبي. انا بعمل بسرعه يا جماعه عشان ما اطولش عليكم الفيديو، انا بتكلم بسرعه قوي وبعمل كل حاجه بسرعه عشان ما اطولش عليكم. حتى اللي عاوزه تعمل تقوم على طول بسرعه تعمل، ما تقعدش تقول انت لسه هتتكلمي، انت لسه مش عارفه ايه. لو اني عارفه واثقه يا قلبي انكم والله كلكم عمركم ما حد هيقول عليا كده. ما شاء الله اهو. شكل العجين جميل اهو بيلمع. هنغطيه حبايب قلبي نص ساعه بس، نص ساعه. هروح ان شاء الله هصلي الظهر واكل العيال اللي جايه من المدرسه في نص ساعه باذن الله. انا مش هكتر ولا اخلي بتاع دي ساعتين ثلاثه، لا هي نص ساعه وهنجي نفرد مع بعض، هتفرد العجينه بالظبط. وغطيته اهو يا حبايبي وهسيبه بقى نص ساعه وهروح اعمل اللي ورايا وارجع تاني. حبايب قلبي وكده يا حبايبي العجينه ارتاحت بسم الله ما شاء الله، يعني ما كملش برضه نص ساعه. انا جيت لها لقيتها برضه ما شاء الله ارتاحت كده، ما كملش نص ساعه ولا حاجه. الله اكبر وما شاء الله. زي ما انتم شايفين العجينه هي يا جماعه لا خميره ولا اي حاجه، احنا بنريحها بس عشان ما تاخدش معانا حاجه في الفرق. وهنروح يا جماعه بقى كده على البوتاجاز نشوف هنعمل ايه ومعاكم بقى على طول نفرد بقى ونكمل. يلا كده يا حبايب قلبي كده حطينا صينيه على البوتاجاز. طبعا الصينيه ده هنعمل الحشوه يا حبايبي. اللي عايزه تعمل بالحشوه تعمل دي معلقه سمنه زي دي كده وحبه زيت عليها، عشان السمنه بتخلي الحاجه طريه وبتخليها حلوه يعني عن الزيت. وما يوقفكيش برضه لو ما عندكش سمنه يا حبيبتي تعملي برضه مفيش مشكله. دي يا حبايبي للحشوه. الحشوه عباره عن يعني حوالي ربع كيلو كنافه، مش اكتر من الكنافه قوي. ودي ده كيس بسبوسه عادي العادي اللي انتوا عارفينه يا حبايبي اهو. انا هبتدي يا حبايبي، انا كده موطيه البوتاجاز برضو مش معليها قوي. هبتدي كده احط بسبوسه زي ما انا عاوزه. انا مش هعمل كتير، هعمل نص الكميه يعني محشي وهعمل نصها ان شاء الله كده مش محشي ساده. انت براحتك، عايزه تعملي محشي كله اعملي، عايزه تعمليه كله ساده اعملي. يا رب بس تكون كل حاجه واضحه قدامكم ومعاكم، وتكونوا خدتوا بالكم من كل حاجه وشايفين كل حاجه. جميل قوي قوي الفطير ده، انا عملته والله ما هتبطلي تعمليه باذن الله. احنا كده هنبتدي نحط الكنافه الاول عشان خاطر الكنافه بتاخد وقت يعني لحد ما تتحمر كده معانا اهو. هنخليها تتحمر كده نحس كده انها خدت اللون الذهبي. وبرضه هنحط عليها شويه الكنافه اهو. احنا حطينا البسبوسه الاول ونحط بقى عليها شويه الكنافه اهي يا حبايبي. ونمشي بقى ده يا حبايب قلبي الطريقه اللي انا بعملها للجلاش. انا طبعا برضو بعمل الجلاش بالكنافه على البسبوسه، مش بعمل البسبوسه بس ولا الكنافه بس. زي ما انتم شايفين بنحط حبه سمنه وبنحط عليها شويه بسبوسه ومن فوقهم شويه كنافه، وبنفضل نقلب كده على طول لحد ما نحس كده انهم خدوا اللون الاحمر. واخليها بس عشان ما اطولش عليكم، اخليها تحمر كده وتبقى سايله معايا وحلوه، وان شاء الله هرجع لكم تاني باذن الله. كده حبايب قلبي اهي زي ما انتم شايفين الكنافه والبسبوسه اهم خدوا اللون الذهبي اهو الاصفر الحلو اهو. مش هخليها تحمر تاني زود من كده. هنجي يا حبايب قلبي دي طبعا نص كوبايه العسل بتاع الحلويات يعني اهي. تقيله قوي مش خفيفه برضو. هوطي البوتاجاز شويه عشان النار ما تلحقش مني الحاجه اهي. احط الكميه كلها عشان طبعا احنا مش مكترين السكر في الفطير اهي يا حبايبي. برضو هقلب كده، هقلب برضو كده وكده بسم الله ما شاء الله. اهي الخلطه زي ما انتم شايفينها جاهزه اهي ما شاء الله وحلوه. هننزلها بقى عشان ما تنشفش معانا وما تبقاش كويسه اهي.
وهنشوف يا جماعه هنعمل ايه تاني. هنروح بقى على الفرد ونشوف هنعمل ايه. حبايب قلبي كده بقى زي هنبدا بقى ان شاء الله كده نفرد العجينه مع بعضينا. يا رب بس ما يكونش فيه خيال ولا حاجه في التصوير عشان ما اشوش عليكم. اهو كده العجينه يا حبايب قلبي اهو. ده يا حبايب قلبي زيت، على انا حاطه حبه زيت بس بسيطه على شويه على سمنه. السمنه طبعا بتاعتي دي اللي انتوا عارفينها، اللي هي الهانم. انا بعمل من السمنه دي على طول يا حبايبي. دي على طول انا بجيب العلبه ب 100 جنيه وبتكفيني يعني شهر وزياده. دي جميله قوي 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 في الفطير بالذات وفي الحلويات. انا طبعا حاطه منها كميه هنا، كميه عشوائيه يعني مش مشكله كذا ولا كذا، لا بحط عشوائي. اللي عايزه فيكم تعمل بمقادير تعمل مش مشكله يعني. شويه زيت على شويه سمنه، ما ينفعش السمنه لوحدها وما ينفعش الزيت لوحده. ان حطيت السمنه لوحدها هتجليت كده ومش هتعرفي تفردي. ان حطيت الزيت لوحده يخلي الفطير معاكي ناشف. فانت اعملي ده بده وده، لو اتعذرتي خلاص اعملي بالزيت لوحده. فانا همسك يا حبايب قلبي دي والله دي احسن طريقه واسهل طريقه للفطير. فانا همسك يا حبايب قلبي كل واحده كده اهو، احطها كده. ده زيت دفيته زي دمعه العين يعني. شوفوا يا دوب فكات السمنه كده مش سخن يعني، دافي جدا 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 اهو. بمسك بقى يا حبايبي قطع الفطير كده، قطع العجينه كده يا حبايبي واحطها فيه عشان تتفرد معايا بسرعه. ان ما عملتش الطريقه دي مش هتتفرد معايا خالص، هتعوق يعني وهي بتتفرد اهو. هحط الكميه كلها ان شاء الله. وباذن الله هتتفرد معايا بسرعه جامده جدا وانتوا معايا اهو. احنا شايفين مع بعضنا على طول ان شاء الله زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب برضو الزيت كده بقى برضو العجينه، نحاول برضو نخلي الزيت كده يجي على وش اهو زي ما انتوا شايفين. قرب يدينا الكاميرا كده على وش العجين عشان تتفرد معايا بسرعه اهو. بس نركنها بقى كده على جنب ونجيب بقى نحط زيت هنا على الصينيه. ما تحطيش سمنه، حطيتي سمنه هتلزق معاكي العجينه. نحط كميه زيت حلوه قوي عشان العجينه تتفرد بسرعه جدا 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 وتمشي معاكي. هي يا جماعه ايوه الفطير ده كله زيت وسمنه ومش عارفه ايه، بس بيبقى جميل والله، ما تبقاش حاجه باينه فيه بعد ما نعمله اهو. كده خلصنا. هنجي بقى ناخد واحده من العجينه اهو يا جماعه. هتبص تلاقيها بقى، شمري بقى هدومك كده وسيبك من اهو. هتبص تلاقي العجينه بتتفرد معاكي لوحدها، مجرد انك بتلمسيها بتتفرد معاكي لوحدها اهي يا حبيبتي اهي. خدي كده لبره لبره كده اهو. دي طبعا انا هعمل شويه الفطير اللي هم الساده الاول، وهرجع اعمل المحشي بعد كده. هعمل الساده بس عشان ابسط لكل واحده. يعني لو ما عندهاش حشوه وكده انها تعمل عادي ساده اهو بمنتهى البساطه. ما فيش اي مشكله ولا في اي كلام ولا في اي حاجه اهو. في ثواني والله ما بتاخد اي حاجه. المهم انك يا حبيبه قلبي تريحي العجينه بتاعتك شويه. والمهم التكه الاخرانيه دي بتاع شويه السمنه شويه الزيت دوله اللي تحطي فيهم السمن بتاع الكور بتاعتك. مش هتحتاجي بقى كل شويه انك تحطي على العجينه زيت ولا حاجه، لا مش هتحتاجي. هي كلها غرقانه زيت اهو ما شاء الله اهو. شايفين في ثواني والله ان اتقطعت منك برضو ما فيش اي مشكله. ما فيش اي مشكله ان اتقطعت منك عادي، كله بيتخبى اهو. اهو برضه يا حبيبتي اهو. تعرف ما الفطيره معاكي عملت فقاع كده يبقى تعرفي كده ان الفطيره ماشيه معاكي صح. عادي القطع ده برضه مش مشكله، مفيش اي مشاكل اهو. بوسع كده لازم اوسعها اهو يا حبيبتي. العجينه هتلم معاكي تاني برضه معاها على طول لحد ما تخليها لحرف الصينيه كده اهو اهي اهي. حاولي برضه تدخلي الهواء جواها كده اهي. تلمي بقى يا حبيبه قلبي العجينه بتاعتك على طول في ثواني، ما بتاخدش معايا. تلمي كده، تلمي الجنب ده يا قلبي وتلمي الجنب ده كده اهو. زي تلم الجنب ده على بعضيه كده وتسلميه لبعض. وتجي برضه اتقطعت ما اتقطعتش ما فيش مشكله خالص عندك. المهم انها تطلع رقيقه وتطلع جميله ومورقه وزي الفل. وتجي برضه لما الجنب ده كله على بعضيه كده اهي. وتحطي كده الجنب ده كده والجنب ده كده والجنب ده كده والجنب ده كده. خلاص احنا كده خلصنا من اول فطيره. نجي يا حبيبه قلبي انا بجهز اطباق جنبي كده اهو. باجي وبرضه كده وكده اهو عشان تتلمي معاك وترجعي بعد كده ايه تبقى تفرديها اهو. عملت اول واحده وركنتها. هبدا يا حبيبتي في الثانيه واعمل معاكي كمان واحده ولا اتنين وهسيبك بقى ان شاء الله يعني مش هسيبك ولا حاجه.
وهكمل بقيه الكميه ان شاء الله، وابقى ارجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم. اهي برضو ما فيش اي مشاكل، مفيش اي مشاكل خالص، في ثواني. اهي الفرد ما بياخدش يعني حاجه برضو. حطي برضو سمنه تاني، عايزه سمنه حسيتي انها ناشفه معاكي حطي، عاوزه اهي ما تحسي ان العجينه عامله معاكي ناشفه معاكي حطي، تمشي في ثواني. ارفعي يا لينا البتاع اللي التليفون شويه كده ما تخليش اهو. اي حبيبه قلبي مفيش مشكله برضو زي ما قلت لك، تتفرد ما تتفردش دي مفيش مشكله، المهم انها تتحط في الصينيه وهي بتطيب، ما يبقاش فيها ولا خرم ولا اي فرده ولا اي حاجه، عشان ما الهواء اللي فيها ما يخرجش. اهي لو تلمسي عليها برضو ملمسها ناعم وجميل اهو. اهو يا حبيبتي، تحاولي برضو ترفعي الهواء كده اهو، وتحاولي انت بس هتدخلي بس الهواء، مش مشكله تحطها في الحروف ولا مش الحروف. اهي تحاولي برضو تخلي الهواء كده يدخل تحتيها، هترجع تاني برضو هتلم العجينه تاني عشان الدقيق ايه فاخر جامد يعني. اهو اتخرمت معاكي برضو مفيش اي مشاكل، في ثواني والله في ثواني بعمل العجينه برضو نفس الطريقه بتاعتنا. نجي حاطين الجنب ده كده اهو، والجنب ده اهو كده، والجنب كده اهو زي ما وريتك برضو الاول، والجنب قلبي كده اهو. اهي برضو تحاولي برضو تحطي شويه سمنه، هي غرقانه والله سمنه وزيت، مش عاوزه اكتر يعني في السمنه كده، بس برضو السمنه بتخليها يعني ايه مورقه وحلوه معانا. اهي في ثواني اهي، اهي كده برضو وكده برضو. انا مش مكبره برضو الحجم قوي اهو، برضو وانا ماسكاها في بعضيها كده، مش مكبره برضو الفطيره قوي، واخلي كده واخليها كده واحطها في اطباق واشيلها. هكمل يا حبيبه قلبي بقيه الكميه، هعمل نص الكميه من غير حشو وارجع لك تاني بالكميه اللي هحشيها واوريكي برضو هنحشي ازاي، وخليكي معايا ما تمشيش. وحطيتها في اطباق كده عشان طبعا مفيش صواني كتيره 16 بتاع يعني، الصواني كلها مش كفايه يعني ده كله، وبرضو عشان ما اعملش مواعين الاطباق بتتغسل بسرعه. حبايب قلب الله اكبر، شايفينها فردتها وعملتها، شايفينها يا جماعه. ما دام تعرفي ان الفطير بتاعك انابيب كده هو منفوخ، تعرفي ان الفطير يا حبيبه ابتدى كله يبقى اهو ما شاء الله. شايفين اهو اهو، عرفت ان الفطيره بتاعتك ما ابقى كده اهو، اعرف ان الفطيره بتاعتك يا قلبي كده كده صح، تبقى انت كده ماشيه صح ما شاء الله. هتشوفوها بقى في الفرن اهي ما شاء الله. انا كده عملت يا جماعه 8 فطيرات ساده من غير اي حاجه. هبتدي بقى بسم اعمل قدامكم كده فطيرتين 3 من اللي هو المحشي، واكمل برضو وابدا اطيب واوريكم يا حبايب قلبي الشكل النهائي ان شاء الله. اهو نفس اللي عملناه في الاول هنعمله في الثاني. ناخد برضو دي سخنتها برضو حاجه بسيطه، سخنت الزيت حاجه بسيطه. معلش يا جماعه انا اسفه على منظر الزيوت اللي في ايديا كده والحاجات دي، عشان زي ما انتم عارفين الفطير والحاجات دي لازم كده اقلبها كده برضو واقلبها كده عشان الزيت يشرب كلها من كل ناحيه. صراحه ربنا يا جماعه الحكايه دي اللي بيسهل لي جدا جدا يعني. لما كده الزيت اللي بسخنه ده وبحط فيه الفطير والله العظيم هيقعد معايا فتره يعني لحد ما البتاعه تتفرد معايا الفطير. اهو هعمل كده 4 مثلا ب4 وافردهم، ونبدا بقى ايه ونبدا بقى يا جماعه كده نسوي ونوريكم. انا كده برضو دي دهنها زيت مفيش مشكله برضو، مفيش مشكله يا حبايب قلبي برضو ان انا ادهنها تاني احسن يكون مثلا البتاع عمل فيها ولا حاجه اهي، عشان الفطيره تمشي معايا بسرعه. اهي ناخد حبايبي، ناخد اول فطيره نعملها بقى من الفطير اللي هو الايه المحشي. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو برضو نفس الطريقه، نفس الطريقه. شايفين يا جماعه الفطيره الله اكبر بتمشي معاك الطريقه دي، بتمشي معاك بسرعه، سرعه جامده يعني. اهو والله العظيم يا جماعه وتحفه وجميل وطعمه جميل قوي. الله اكبر الله اكبر يا اهو، ما بتاخدش اي حاجه، ما بتاخدش اي حاجه. طبعا اللي احنا فردناهم ده ما هيرتاحوا، هنبتدي على ما نطيب واحده واحده يكون الباقي ارتاح، مش هنستنى حاجه، مش هنستنى اي حاجه، على طول كله ورا بعضه ان شاء الله. اهو كده يا جماعه فرد كده على طول. وزي ما قلت لكم برضه مفيش مشكله تتقطع الفطيره ما تتقطعش مفيش مشكله. هي يا جماعه اهم حاجه بس في الفطيره يا حبيبتي ان انتوا تدخلي لها الهواء اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. اهو تعملي برضه الفطيره يا حبيبه قلبي كده برضه تقطع مفيش مشكله، ده كله هيتخبى هيبقى جوه اهو.
المهم انك تدخل الهواء تحتيها. ان دخلت الهواء وهو السبب اللي بيعمل ايه ساعه افرد الفطيره. اهو كده الهواء داخلها، ما دام الهواء دخلها وعملت كده يا حبيبتي يبقى انت كده ماشيه صح. يبقى يا جماعه نقلب بقى، نعمل الفطيره كده اهو نطبقها. ده كله هيدخل يا جماعه في الفطيره من جوه، مفيش اي مشاكل خالص معانا اهي. وانت برضو براحتك طبقيها بالطريقه اللي انت عاوزاها. انا بحب اطبق بالطريقه دي، انت طبقي برضو بالطريقه اللي انت عاوزاها اهو كده حبايب قلبي. نحط طبعا احنا حطينا فيها سمنه، عملناها من الاول يعني، حطينا في الفطيره سمنه بعد ما طبقناها. هنفرد بقى معاكم يا حبايبي كده الحشوه. مش هنكتر برضو عشان خاطر ما يطلعش يعني منها من تحت، عشان الحشوه دي برضو البسبوسه دي بتتنفخ شويه معايا وهي مستويه، زي ما بعمل في الجلاش. هي يا جماعه برضو طريقتي في الجلاش كده هاي يا حبايبي. وبناء على طلبات حبايب قلبي والله المتابعين كلهم كاتبين لي ازاي اوريهم طريقه الجلاش بالكنافه والبسبوسه. فهي يا جماعه برضو كده انا بعمل زي ما وريتكم كده بالظبط اهو. هاجي برضو مطبقه كده ومطبقه كده ومطبقين كده يا جماعه ومطبقين كده، وحبه سمنه كده عليها من فوق عشان خاطر تعمل على بعضها كده الحشوه ما تطلعش من وسطها. بس بسيطه قوي 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 وجميله قوي قوي، وجربوها وشوفوا، وان شاء الله يا حبايبي هتدعوا لي باذن الله. بس ونحطها كده في طبق ونسيبها كده برضو ونكمل بقيه الكميه. نعمل كمان واحده معاكم برضو. لازم نعمل الصينيه بالزيت بس مش بالسمنه، اعملي الصينيه بالزيت لان السمنه بتاع العجين طبعا غرقان ما غرقان سمنه يعني كفايه بقى. ولو حطيتي سمنه من تحت هتلزق في الفطيره مش هتتحرك معاكي كده يا حبايب قلبي. برضه اهو بمنتهى السهوله قوي قوي اهو. خدي البره كده وحاولي تخلي الحروف برضه مش تخينه معاكي اهو. طلعي الهواء كده لبره. سهله جدا جدا وجميله جدا قوي يا جماعه والله، وجربوها. واللي تعمل تجرب كده وتقول لي هي عملتها ازاي، وان احتاجت اي حاجه يا جماعه مني، احتاجت اي حاجه، اي معلومه، اي حاجه يا حبايب قلبي انا تحت امرها. اي الفرد بمنتهى البساطه. انا جربت يا جماعه الفرد الثاني اللي هو بيعملوه صغير كده زي الليمون ويحطوا مثلا 10 طبقات فوق بعض 12 طبقه. لا والله تعبت قوي قوي. حلفت بالله ما عدت انا مره اعملها الطريقه دي. والله يا جماعه دي اسهل طريقه يمكن على اليوتيوب كل حكايه الفطير مشلتت. اسهل طريقه اللي انا بعملها. المهم انك تدفي الزيت وتحط فيه ال الكور بتاعتك اهو يا حبايب قلبي. برضو زي ما عودت طبعا يا جماعه زي ما عودتكم كده برضو نرفع الفطيره كده عشان ندخل الهواء اهو اهو داير ما يدور كده يا حبايبي اهو. ما شاء الله الله اكبر من غير اي حاجه الفطيره بتتحرك معاكي يا حبيبتي اهي زي الفل زي الفل. لو تروح برضو كده نعمل زي ما تعودنا ونجيب برضو الجنب ده كده ونحطه كده، والجنب ده برضو يا حبايبي كده ونحطه هنا، ونفس الطريقه الجنب ده. طبعا يا حبايبي كله عارف، ما فيش حد يعني مش كله شاطر في بيته وكله بيعرف يعمل كل حاجه. بس بنحاول نوصل فكره، بنحاول ممكن حاجه تكون هي مش عارفاها احنا عارفينها، ممكن هي تقول لنا برضو معلومه احنا مش عارفينها يا حبايبي اهو. زي الفل اهو يا حبايبي. حتى عملت منك ولا حاجه برضو ما فيش مشكله اهو. نحط برضو الخلطه بتاعتنا برضو. حاولي ما تكتريش من الخلطه بتاعتك عشان الفطيره ايه الخلطه ما تطلعش من الفطيره لما تستوي اهو. فرطيها كده بايديكي كده، وزعيها على الفطيره كلها اهي. وبرضو زي ما اتعودنا جنب من هنا كده والجنب من هنا كده والجنب ده والجنب ده حبيبتي اهو. برضو خدي الجنب ده كده الاحتياط واجب برضو عشان الفطيره ما تعملش معاكي برضو اهي. ونرجع بقى ان شاء الله وكده يا حبايب قلبي. انا عملت معاكم 2 فطيرتين محشي والباقي و2 كده من غير حشوه، وهكمل بقى بقيه الكميه المحشيه وهسوي اول واحده معاكم واوريها لكم ان شاء الله عشان ما اطولش بس يا قلبي عليكم. حبايب قلبي كده زي ما انتم شايفين عملت الكميه كلها 16 فطيره 8 محشيين و8 كده ساده. طبعا هبدا بقى يا حبايبي انا كده مسخنه الفرن جامد على قهوه سرعه يعني على ال 200 تقريبا.
فكده يا حبايبي بقى هبدا باول تسويه معاكم ان شاء الله. انا كده بحب اعمل في الصينيه دي، هي دي مخصصه للفطير بالذات. زي ما انتم شايفين برضو بحطها في الفرن اللي فوق بتاع الخبيز وكده، فبتسمر معايا. دي مخصوصه للفطير. ما بحبش اعمل في الصواني، الصينيه دي تقيله ومش حلوه، والصواني التانيه بتاع الميكروويف بتتحرق من تحت. برضو ممكن اسوي فيها. انا هسوي بقى يا جماعه اول فطيره معاكم واوريكم نعمل ايه في اول فطيره و... ونشوف بقى يا جماعه. نحط يا حبايب قلب الفطيره هي كده ارتاحت بسم الله ما شاء الله، ارتاحت قوي معانا وبتتفرد بسهوله يعني. وانا برضو مش هفردها قوي لاني بحب الفطيره بتبقى يعني. برضو هعملها بالسمنه كده من فوق عشان يبقى وشها مقرمش وحلو، ده وشها قصدي طري وحلو. انا مش هفرد برضو الفطيره قوي، مش هملبها برضو الصينيه قوي لاني بحب الفطيره تبقى كده منفوخه وكبيره وعاليه وحلوه. اهي كده يا حبايب قلبي احطها بقى في الفرن. حبايب قلبي وهو الفطير يا حبايبي بعد ما خلصت وطيبته وخلصت يا حبايب قلبي، خلصت معاكم وعملت معاكم كل حاجه بقى. ما فيش بس طبعا ما رضيتش اطول الفيديو عليكم، ما رضيتش اطيب قدامكم. طبعا كلها بتعرف تسوي فطيرها وكل حاجه، وبسم الله ما شاء الله اهو. ده الفطير المحشي يا جماعه، وده الفطير اللي مش محشي. فانا يا حبايب قلبي هوريكم بسم الله ما شاء الله، يعني الله اكبر اهو. الفطير المحشي بسم الله ما شاء الله يا حبايب قلبي معاكم اهو، محشي زي الفل، الكنافه باينه فيه زي الفل يا حبايبي، ومورق وجميل جدا من جوه. ده يا حبايبي الفطير المحشي، الله اكبر الله اكبر بسم الله ما شاء الله والله. وطعمه تحفه يا جماعه، وريحته موديه الدنيا كده ما شاء الله. وده يا حبايب قلبي الفطير بتاعي برضو. اللي عاوزه فيكم تتقل الفطيره، انا ما بحبش اتقل الفطيره. اللي عاوزه فيكم تتقل الفطيره تقلها هتبقى تقيله جدا. انا ده كنت بطلعه من الفرن حلو كده من النفخ. انا ما بحبش برضه اتقل الفطيره، بحب اخليها خفيفه. والله اكبر يا جماعه اهو طري بسم الله ما شاء الله. طري يا جماعه ومره والله اكبر اهو زي ما انتم شايفين قدامكم. ما فيش لا ناشف ولا بيقرمش ولا اي حاجه، بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي اهو. وامشي يا حبيبتي بالطريقه بتاعتي يا حبيبه قلبي، وانت ان شاء الله هتطلعي فطير واجمل فطير. هاي يا حبيبتي زي ما انت شايفه الفطيره بتاعتي اهي، ومن تحت ومن فوق ومن كل حاجه يا حبيبتي اهي. من تحت مستويه ومن فوق مستويه وبسم الله ما شاء الله يعني. وهي دي يا جماعه طريقتي في الفطير، وهي دي يا حبايب قلبي اللي كنت عاوزه اعمله لكم، اعمله معاكم يعني، واقول لكم عليه، واقول لكم ان الفطير المشلفط ده جميل قوي 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 واحنا بنحبه كلنا. وحبايب قلبي ان عجبكم الفيديو ان شاء الله يا حبايبي بس كتروا في اللايكات بالله عليكم. وانا اسفه ان طولت عليكم يا حبايبي، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.